صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حبيت نصحح تاريخ المحاضرة التي سألقيها في قسنطينة، وهي ليست يوم 17 وإنما يوم 20 من هذا الشهر في قاعة مالك حداد. فالعائلات القسنطينية وأحباب قلبي كلهم ليتصلوا، خاصة طلبة الجامعة الإسلامية. أنتم تعلمون. إذن الآن أين تكون هذه المحاضرة؟ إن شاء الله في مركز مالك حداد يوم 20 نلتقي إن شاء الله. اليوم أجيب على الأسئلة التي جاءت عن طريق جريدة النهار. سائل يقول: أنا من حي المناظرين حاسي بحبح الجلفة. يقول: زوجتي طلقتها عدة مرات ولم يكن في نيتي أن أطلقها. الطلاق الصريح لا يشترط إلى النية. حاول أن تفهم. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية. نعاودها، أكتبوا: طلاق صريح وطلاق كناية. طلاق الصريح اللي يقول لك يطالق، يصرح بكلمة طلاق. وأما طلاق الكناية اللي ما يصرحش بكلمة طلاق، أغربي عن وجهي هكذا، ما نزيدش نشوفك، أفدي حقيبتك، طير عليا، أمشي لداركم، أنا كرهت منك. كلام اللي يدل على الطلاق بصح ما فيهش التصريح بكلمة طلاق. هذاك طلاق الكناية هو الذي يفتقر إلى نية. وأما الطلاق الصريح فلا يفتقر إلى نية. من قال لزوجته أنت طالق فطلاقه قد وقع، لا ينفعه بعد ذلك يقول ما كنتش ناوي نطلقها. فهمت؟ ما كنتش ناوي تطلقها ما تقولش كلمة طلاق. انت تروح واحد يروح للسوق يدير البقرة تاعو يبدا يعيط: شكون يشريها عليا؟ ما كنتش ناوي نبيعها. لا وخلاص، انت كي قلت شكون يشريها عليا ناوي تبيعها. الكلمة تتحاسب عليها في شريعة الله. يقول: طلقت زوجتي عدة مرات ولم يكن في نيتي أن أطلقها، ولها معي 5 من الأولاد، وهي موجودة في منزلي لم تخرج منه، وكان في نيتي أن أخوفها. سيدي الشيخ، هل لي أن أراجعها أم لا؟ ولكن تخليها معك في الدار. ولكم مني التحية والاحترام، أنا في حيرة من أمري. شكرا جزيلا يا سيدي الشيخ. كاين حالة وحدة تسلكك، وشنو هي؟ حاول تفهم الأخ تعين وسارة. إذا بلغ بك الغضب إلى درجة الجنون، يعني نقول درجة الجنون، يعني بلغ بك الغضب إلى درجة لا تدري ما تقول، بحيث خرجت عن التكليف، خرجت على عقلك. في هذه اللحظة إذا طلقت فطلاقك لا يقع ولو باللفظ الصريح تاع الطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. وفسر الإغلاق عندنا معاشر المالكية بالإكراه، وفسر عند غيرنا بانغلاق عقل الرجل. ولما تجمع تصيب المعنى واحد، يعني ليس هناك فرق بين انغلاق عقل الرجل وبين الإكراه. يعني إذن أنت طلاقك يقع وأنت رجل لم تتق الله، ولو خفت ربي لجعل لك مخرجا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذاك الفزازي تاع المغرب سبني وشتمني، يعني سب تاع شوارع، سبني سبان تاع الشوارع، ولكنه مدحني من حيث لا يعلم. قال لهم هذاك الشيخ عليا، يعني قال عليا جاهل ولكن قال كلمة مليحة عجبتني. قال: لا يحسن إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا قال. والله الحمد لله، والحمد لله أن جعلني لا أحسن إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم احيني بحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أقبضني بحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احميني بحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احرصني بحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احشرني مع أهلي حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني في جماعة حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب العالمين. قال لهم هذاك إنسان جاهل لا يحسن إلا أن يقول
حسبنا الله ونعم الوكيل. يا وشكون كيما احنا. والله العظيم يعني الله يهديك ويتوب عليك ويغفر لك إن شاء الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب بطال أدخر مبلغا من المال منذ 8 سنوات وقد بلغ النصاب، هل تجب فيه الزكاة؟ وكيف أزكي السنوات السابقة؟ أولا، إذا كان المال هذا فيه نصاب وجبت فيه الزكاة، سواء بطال ولا ماشي بطال، غني أو امرأة، ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. أما السنوات الماضية أنا لا أدري، إذا كان حال عليه الحول وفيه نصاب ولم تزكيه، الواجب عليك تروح تشوف منذ 8 سنوات شحال كان النصاب وتزكي، منذ 7 سنوات شحال كان النصاب وتزكي، منذ 6 سنوات شحال كان النصاب وتزكي، وهكذا 5 سنوات و4 و3 وسنتين والسنة الحاضرة، كل عام تخرج النصاب وتزكي الجميع، وأجرك عند الله عظيم إن شاء الله. سائل يقول: أنا أسكن في شارع أول نوفمبر بالأبيض سيد الشيخ، يقول: ما حكم الصلاة في الأرض المغتصبة؟ صاحبها يملك وثائق وحكم قضائي وهو يطالب بتعويض هذه الأرض، وقد بني عليها مسجد سيد الشيخ حاليا تقام فيه الصلاة. إذا تأكد، اسمعني مليح يا سي بن علال، إذا تأكد، ماشي نروحوا نديروا بك الدعايات على الجامع، إذا تأكد بالوثائق عند الخبير أن هذه أرض مغتصبة فالصلاة في هذا المسجد حرام. الصلاة في المسجد حرام، فهمتها؟ لا تصح فيه صلاة لأنها أرض مغتصبة. وهل تعلم يا سي بن علال، لو كان يبنيو قنطرة على أرض مغتصبة ما يجوزناش نجوزوا منها، ولو كان واحد يشري سيارة بمال مسروق ما يجوزناش نركبوا فيها إذا كانت سيارة أجرة. فالإنسان يفر من الحرام، ماهوش في الأكل فقط، ملبسه، مأكله، مركبه، يعني المسلم لا يستعمل الحرام في كل الأحوال، ماهوش فقط لا يلبس الحرام ولكن يأكل الحرام، أو يأكل الحرام ولكن مركبه من الحرام، فما بالك بالصلاة في مسجد الأرض مغصوبة؟ أنا أقول إذا تأكد هذا. ولذلك على الإخوة واللجنة القائمة على هذا المسجد إذا ممكن يبعثوا لنا توضيح في هذه المسألة. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد مدفون بداخله صاحب قطعة الأرض التي بني عليها المسجد، مسجد أبي بكر الصديق؟ الصلاة صحيحة. نحن المالكية ومعنا حتى الشافعية والحنفية، يعني جمهور علماء المسلمين يجيزون الصلاة في مسجد فيه قبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هنا بمعنى سجدوا لها وعبدوها من دون الله. وإلى حصة